هلو هلو، أنا بوسي طه. هعمل معاكم النهاردة أحلى وأسهل نجرسكو بالفراخ ممكن تعملوها في حياتكم، وهتطلع معاكم بالشكل والمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هتطلع معاكم خطيرة. لو انتوا مبتعرفوش تعملوا النجرسكو، أنا متأكدة ان بعد الطريقة دي هتعملوها وهتطلع معاكم خطيرة، ومش هتبطلوا تعملوها أبدا من حلاوتها. ولو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتحطوا لي لايكات وكومنتات عشان أعرف ان وصفاتي بتعجبكم. ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. معايا نص كيلو من صدور الدجاج، بكون مقطعهم شرايح رفيعة جدا. بنزل عليهم بمعلقة صغيرة من المايونيز، معلقة صغيرة من المستردة، ومعلقتين كبار من الزيت، معلقة صغيرة من الزعتر المجفف ولو موجود فريش ممكن نستخدمه، معلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، وعصير ليمونة كاملة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الملح. بقلبهم كويس جدا كده مع بعض بحيث ان التتبيلة تدخل في كل الفراخ بتاعتي تديني تست حلوة قوي. بضيف معلقة كبيرة من الكاتشب واقلبهم كويس جدا كده مع بعض واسيبهم في التلاجة لمدة ساعة. معايا فلفل الوان اصفر واخضر واحمر، وكمان معايا فلفل حامي بقطعهم الاول بالطول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كمان بقطعهم بالعرض مكعبات صغيرة. حاولوا دايما ان المكعبات اللي انتوا بتكونوا بتقطعوها تكون متناسقة كده بحيث ان انتوا يكون شكلها حلو جدا في الوصفة بالشكل ده. طول ما انتوا بتنسقوا الحاجة اللي انتوا بتعملوها بتحبوا دايما شكلها وبتحبوا ان انتوا تاكلوها وتعملوها دايما. معايا بصلاية صغيرة جدا بقطعها برضو مكعبات صغيرة جدا بحيث ان هي ما تكونش باينة معايا، وممكن تستغنوا عن البصل في الوصفة دي. في طاسة سخنة جدا بقى على النار بضيف 4 معالق كبار كده من الزيت، لازم تسخن الأول معايا كويس جدا، وبعد كده ببدأ أنزل بقطع الفراخ بتاعتي بالشكل ده. زي ما قلت لكم بضيفها بالتدريج علشان خاطر أحافظ على سخونية الزيت، والخطوة دي مهمة جدا. ما بنزلش بكمية الفراخ كلها مرة واحدة، بضيف الفراخ زي ما انتوا شايفين كده بالتدريج لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. بسيبها تاخد لون معايا الأول من تحت، وبعد كده ببدأ ان انا اقلبها بالشكل ده. ما بقلبهاش خالص غير لما تاخد لون معايا من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولازم النار تكون عالية علشان خاطر ما تنزلش معاكم مية والفراخ تكون زفرة. في الوقت ده بقى بنزل بكل البصل والفلفل الالوان والفلفل الحامي اللي احنا قطعناهم، بقلبهم واشوحهم كويس جدا كده مع بعض. بسيبهم على النار بالظبط لمدة دقيقتين، ما بياخدوش معايا وقت خالص. ما تسيبوهاش كتير على النار علشان خاطر الفراخ ما تتهريش منكم، لان هي لسه هتدخل الفرن. بضيف في الوقت ده معلقة كبيرة من الثوم المهروس ومكعب من الماجي، واشوحهم كده كويس جدا مع بعض. ودوق الملح بتاعها، لو محتاجة ملح ممكن تضيفولها شوية. وكده خلاص الفراخ تكون جاهزة معاكم. في نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها الفراخ عشان ناخد البهاريز بتاعة الفراخ ويديني تست حلوة قوي. الحركة دي بالنسبة لي مهمة جدا وبتديكم تست حلوة قوي للبشاميل. هنزل بميكس ما بين الزبدة الصفراء والسمنة البلدي، هنزل ب5 معالق كبار بالشكل ده، وهسيبهم يسخنوا كويس جدا كده مع بعض بالشكل ده. اول ما تسخن معاكم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، هنزل ب5 معالق كبار من الدقيق واقلبهم بقى كويس جدا مع بعض لحد ما يدوبوا ويستووا مع بعض كده كويس جدا. وبنزل عليهم باللبن، ما بنزلش بكمية اللبن كلها مرة واحدة، بنزل عليهم بالتدريج كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، علشان خاطر البشاميل ما يخفش منكم مرة واحدة. فببدأ ان انا انزل باللبن بالتدريج كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وايدي بتقلب باستمرار، ما بوقفش تقليب كده ابدا بالشكل ده. شايفين بنزل باللبن كده بالراحة وايدي بتقلب باستمرار بالشكل ده لحد ما تخلصوا كل الكمية اللي معاكم. بضيف مكعب من الماجي على الصوص وادوبه كويس جدا. نضيف نص معلقة صغيرة من البصل البودر ومعلقة كبيرة من الزعتر المجفف واقلبهم كده كويس جدا مع بعض. وعايزة اقول لكم ان الزعتر بجد مهم جدا في الوصفة دي، بيديكم تست حلوة قوي للصوص. اول ما يتقل معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بضيف بقى رشة كده من الموتزاريلا، بتديني تست حلوة قوي للصوص. بقلبهم بقى كويس جدا كده مع بعض لحد ما الجبنة تسيح معاكم كده كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والقوام يوصل معاكم للشكل ده كده. الصوص بتاعنا يكون جاهز. ركزوا كويس جدا في الخطوات بتاعة الصوص عشان دي بجد مهمة جدا. عشان تطلعوا نجرسكو ناجحة جدا لازم تركزوا في الخطوات دي، عشان اقل خطوة بتفرق معاكم جدا في الطعم. هو ده القوام المظبوط للنجرسكو، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي، متوسط. ولو حسيتوا ان الصوص تقيل معاكم ممكن تضيفوا شوية من اللبن لحد ما توصلوا للقوام المظبوط.
في حلة سخنة بقى على النار بضيف مية مغلية وبضيف فيها معلقة من الملح وبنزل بالمكرونة بتاعتي وبقلبها كويس جدا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان خاطر ما تلزقش مني في الحلة. بعد 5 دقايق بالظبط ببص عليها بتبقى معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزاها 3/4 سوا بحيث ان المكرونة تكون بتعض معاكم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما بسويهاش سوا كامل علشان خاطر ما تعجنش منكم في الفرن بالشكل ده كده. بطلع المكرونة بغسلها كده كويس جدا واصفيها كويس واضيف عليها بقى صوص البشاميل. ضيفوا الكمية اللي انتوا بتحتاجوها بس النجريسكو بتحب الصوص بتاعها يكون كتير. بضيف بقى شوية كده من صوص البشاميل واقلبهم كويس جدا كده مع بعض. لو لقيتوها مش متغلفة كلها بالصوص زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده كده بضيف كمان شوية بالصوص بحيث ان انا اغلف كل المكرونة بتاعتي بالشكل ده وبقلبهم برضو كويس جدا مع بعض بحيث ان المكرونة يدخل فيها كل الصوص بتاعي. وبضيف كمان معلقة من الفراخ اللي احنا عاملينها وبقلبهم برضو كويس جدا كده مع بعض بحيث ان المكرونة تتطعم من الفراخ والصوص مع بعض وتديني طعم حلو. في الصينية بضيف شوية من صوص البشاميل بالشكل ده وببدأ ان انا اوزعهم كويس جدا كده في الصينية بالطريقة دي وبنزل بنص كمية المكرونة بتاعتي كده بالطريقة دي وبوزعهم كويس جدا كده مع بعض بالشكل ده. وبضيف عليهم كمان شوية من صوص البشاميل بحيث ان هي تكون متغرقة معايا صوص كده بالطريقة دي وبوزعهم برضو كويس. ببدأ ان انا اضيف بقى الفراخ بتاعتي بالطريقة دي لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا كده واوزعهم في الصينية كويس جدا. بضيف النص الباقي من المكرونة وببدأ ان انا انزل عليهم كده بالصوص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واوزعه كويس جدا في الصينية بحيث ان هي تكون كلها متغرقة من الصوص. وبضيف بقى الموتزاريلا بتاعتي اي نوع موتزاريلا انتوا بتفضلوه ولازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. بضيف رشة خفيفة كده من الزيت الزيتون بالشكل ده بتديني تست حلوة قوي. وبضيف على الوش رشة خفيفة كده من الزعتر بالشكل ده. وزي ما قلتلكم الزعتر مهم جدا معايا في الوصفة دي بيدي للنجرسكو بجد طعم خطير. شايفين شكل الصينية بتاعتي قبل ما تدخل الفرن بجد شكلها خطير والطبقات كده مرصوصة كويس ومتسوية وشكلها خطير. وبأكد عليكم في المعلومة بتاع الجبنة ان لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان تسيح معاكم كويس جدا في الفرن. لو الجبنة معاكم متلجة مش هتديكم نفس التست اللي انتوا عايزينه ولا نفس المطة. بدخل المكرونة بتاعتي بقى الفرن رف اوسط على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة بحيث ان هي تبقبق معايا بس كده شوية وكل المكونات تمتزج مع بعض وكمان الجبنة معايا تسيح. وبشغل عليها الشواية اخر دقيقة بالظبط وخدوا بالكم منها كويس جدا علشان خاطر الجبنة ما تتلسعش منكم وما تمطش. انا مش عايزة الجبنة تتحمر انا عايزاها يدوب بس تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده هتطلع معاكم بالحلاوة دي. سمعتوا الصوت وشفتوا الحلاوة بتاعة النجرسكو شايفين طالعة جوسي معانا ازاي كويس جدا والجبنة كمان طالعة معانا بتمط. زي ما قلتلكم دي احلى نجرسكو هتعملوها في حياتكم. طالعة معانا جوسي وكمان طالعة معانا مستوية كويس جدا ومتغرقة بالصوص. جربوها على طريقتي انا متأكدة ان بعد الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها ابدا من حلاوتها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. ما تنسوش تعملوا لي لايكات وكومنتات عشان اعرف ان وصفاتي بتعجبكم. ما تنسوش دايما ان معبوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.